خطوة غير مسبوقة في تاريخ المغرب العسكري، فلأول مرة تصنيع محلي لطائرات انتحارية متطورة قد تغير قواعد اللعبة في المنطقة. طرف الصفقة ينظران إليها كل من زاويته، فالمغرب يرى فيها مشروعا لإنتاج سلاح فعال وللحصول على تكنولوجيا متقدمة وتدريب مهندسين مغاربة على أنظمة عسكرية دقيقة وحساسة، بينما تحقق إسرائيل من خلالها هدفين بحسب خبراء: الأول تكريس اختراق استراتيجي لشمال إفريقيا، والثاني بناء مركز إنتاج يسهل تصدير أسلحتها ويوسع نفوذها العسكري في القاره. أن أكون الخادم الوفي لبلدي.